Audio Jungle. بص يا سيدي، وانت بتعمل دايت اهم حاجة تبص عليها هي الكالوريز. الفراخ بتديك كالوريز والبيتزا برضو بتديك كالوريز، في الاخر الاتنين اسمهم كالوريز. يعني اي زيادة فيها مهما كان مصدرها هتبوظ لك الدايت. انك ترفع البروتين فوق احتياجك ده هيديك كالوريز اعلى، والزيادة يعني دهون متخزنة. هتزود في البروتين يبقى تقلل في الكارب او الدهون، هتزود في الكارب يبقى تقلل البروتين، هتزود الدهون يبقى قللهم الاتنين. احتياجك مثلا 2000 كالوري، انت خدت 1500 منهم من صدور الفراخ هتخس. خدت 1500 كالوري من البيتزا هتخس برضه. اختلاف مصادر الكالوريز بيأثر على هرمونات جسمك. يعني 100 كالوري من صدور الفراخ تأثيرها على الانسولين غير 100 كالوري من السكر. تأثير الأكل على هرمونات جسمك ده قصة تانية خالص، ولازم تخلي مصادر أكلك كلها صحية قدر المستطاع. بس يا سيدي.